اهلا بيكم في اليوم اللي احنا عملناه عشان يوم السيفتي داي. تمام. بنرحب بالساده الضيوف من اداره السيفتي ومن الاداره، بنرحب بالساده الخطوط، وبنشكر كل اللي شاركوا في هذا اليوم من حيث الاعداد، بنشكر اداره السيفتي وبنشكر الناس كلها. وعاوزين نعرف يعني ايه السيفتي دي او السيفتي مانث. طبعا شركه لافارج من الشركات الكبيره جدا اللي هي بتهتم بسلامه وصحه العاملين، فهي خصصت شهر 6 ده عشان يكون شهر الصحه وسلامه. تمام. الشهر ده كان بيتعمل في ابو رواش بس الحمد لله السنه دي اتعمل في كل المحطات. فاحنا بنشكر شركه لافارج، ونشكر الاداره عندنا، ونشكر اداره السيفتي على كل المجهودات اللي هم بيعملوها عشان يحافظوا على سلامه وصحه الناس. وبنشكر الناس اللي هم في المواقع كلها، وبنشكر الناس بتوع ابو رواش اللي شاركوا في فعاليات هذا اليوم، والناس اللي تعبت معانا ان هي تعد لهذا اليوم. ونتمنى ان شاء الله ان الناس تقضي وقت كويس معانا والناس تستفاد كلها. واهم حاجه لازم نعرفها ان صحتك وسلامتك هم اهم حاجه قبل الشغل وقبل اي حاجه. ونتمنى ان شاء الله تقضي يوم سعيد معانا. أنا سعيد بوجودي معاكم النهارده. اتفضل عشان يعني الحقيقه شهر زي ما قال المهندس عبد المسيح، شهر 6 معروف في الغرب ان هو شهر السيفتي. والحقيقه مش الغرض منه ان احنا نهتم بالسلامه بس في شهر 6، لكن عاده بيبقى شهر 6 ده زي ما انتم شايفين كده كله انشطه، بحيث ان احنا الوعي بتاعنا بموضوع السلامه والصحه المهنيه يعلى. وده يا جماعه اللي احنا محتاجين ان احنا نبني عليه بعد كده. يعني اي معلومه انت بتاخدها دايما تطبقها ودايما تبني عليها، ما تقفش عند معلومه واحده. لان موضوع الصحه والسلامه ده يعني الحقيقه بيبقى ودي من نعم ربنا علينا ان هو الشركه اللي احنا شغالين فيها بتحطه اولويه قبل حتى الانتاج. لان مفيش يعني احنا كمصريين عارفين ان ممكن يبقى انا واحد غني قوي لكن غناه ده ما يعملش حاجه لو لا قدر الله اصيب بشلل ولا يعني ساعتها الفلوس ما بتبقاش لها قيمه. فسلامتنا دي حاجه غاليه، وعشان نبقى فعلا في وضع امن. زمان كنا نقول كل واحد فينا عارف ايه الخطر وازاي يتجنبه، لكن متهيألي بعد ما بدأنا يعني ناخد دورات بدأنا نكتشف ان الموضوع ما هوش زي ما احنا كنا متخيلين. الموضوع اعمق بكتير قوي. يعني لو جبت واحد من الشارع وقلت له تدخل تشتغل هنا وانت مأمن نفسك، يقول لك انا بخاف على نفسي وما تقلقش، واهم حاجه الواحد يبقى صاحي لنفسه، واهم حاجه الواحد يبقى خايف على نفسه. لكن في الحقيقه بقى لما تيجي تدخله على المخاطر، في مخاطر كتيره قوي بتبقى مختفيه ما يبقاش شايفها. ومتهيألي انتوا اكتر ناس عارفين الموضوع ده. المخاطر زي الحاجات بتاعت اللوتوتو، حاجات كتيره جدا منها ممكن ما يبقاش هو واعي بيها. ولو جبت زي ما بنقول لو جبت واحد من الشارع ما عطيتوش التدريب اللي احنا بناخده هنا والتوعيه اللي احنا بناخدها هنا، اكيد 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 هيبقى فرصه ان هو يتعرض لحادث هتبقى اكتر بكتير جدا من فرصه ان حد مننا عنده الوعي ده والثقافه ديت يتعرض لحادث. فاحنا يا جماعه كل ما بتتعلم اكتر، زي ما كان بعض العلماء زمان يقول لك ان كل ما بتتعلم اكتر كل ما بتحس بايه؟ بالامان طبعا. لكن فعلا كل ما بتتعلم اكتر كل ما بتحس ان انت مش بالجهل، لكن نقط كتيره قوي لسه انت محتاج تعرفها. يعني الراجل اللي هو ما يعرفش حاجه ده بيبقى فاكر نفسه عالم. امتى يبدا بقى يعرف ان هو ما بيعرفش؟ لما يبدا يتعلم. وكل ما يبدا يتعلم كل ما يحس ان لا ده لسه في حاجات كتيره محتاج ان انا اعرفها. وده يا جماعه امر السلامه، وهو ده اللي الشركه بتحاول انها تعمله. وبنيجي في شهر 6 اللي هو شهر السلامه نبدا نعلى قوي بالكيرف ده. والشركه زي ما انتم شايفين يعني مع احترامنا طبعا لكل الاخوه اللي قاعدين، كل ده تعطيل على الشغل، صح ولا لا؟ احنا موقفين المصري موقفين شغلنا دلوقتي. وكل دي فلوس بتروح على الشركه، لكن لان السلامه سلامتك وسلامه زمايلك هدف وهدف اساسي عند الشركه، بتقول لا ممكن نوقف شويه في مقابل ان الناس وعيها يعلى. معايا يا جماعه؟
فاحنا الحقيقه انا بنقل لكم رساله المهندس محمد يحيى، كان المفروض ان هو يبقى موجود معانا لكن حصل عنده ظرف طارئ فهو بيعتذر ليكم كلكم. ومستر اردوغان بعت لكم تحيه شديده، وهو طبعا كان دايما بيبقى نفسه ان هو يبقى متواجد في وسطكم لكن ظروف الشغل يعني ما سمحتش بذلك. النقطه الاخيره الحقيقه اللي انا عايز اذكر بيها ان احنا يعني، ودي لسه كان سؤال، كان احد احنا جايين من المتحف دلوقتي وكان هناك برضه عاملين نشاط جيد الحقيقه، فكان احد الاخوه اللي قاموا اتكلموا سال الناس مين المسؤول عن السيفتي هنا؟ فانا مش عايز اسال السؤال علشان الاجابه هناك كانت اجابه صادمه الحقيقه. مين مسؤول يا حاج؟ كلنا مسؤولين عن السيفتي. ده صح، ده صح. شيء يقوم من المتحف هي فعلا يعني النقطة كلها ان كل واحد فينا مسؤول، مش بس مسؤول عن سلامته لكن مسؤول عن سلامته وسلامة الآخرين. الحادثة اللي حصلت عندنا هنا، الحادثة الأخيرة، يعني لو كان الآخرين، ودي من الدروس اللي طلعنا بيها، لو كان زملات إبراهيم يعني حد منهم بس، ولما إبراهيم قال لهم أنا رايح أشحم، لو كان حد قال لإبراهيم خلي بالك خد بالك ما تنساش العزم، لو كان حد قال له كده يمكن كانت النتيجة ما بقتش كده. فهي يعني احنا مسؤولين قدام نفسنا وقدام اسرنا وقدام الشركه، وقبل كل ده احنا مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى ان احنا فعلا يعني ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللي يخاف على بني ادم، اللي يحيي روح اكنه احيا البشر كلهم. فاحنا الموضوع ده يا جماعه لازم يبقى رساله عندنا، والرساله دي مش بس قاصره داخل مجال العمل لكن حتى تمتد خارج مجال العمل، في الشارع، في البيت، وانا في وسط اسرتي. اللي اقدر اي معنى يخص سلامه البني ادمين اقدر اوصله يبقى لازم توصله. الحقيقه انا مره ثانيه بشكركم. والنقطه الحقيقه اللي كان اثرها المهندس عبد المسيح ان موضوع السيفتي، شهر السيفتي او شهر السلامه كان بدا من عندكم من هنا في الاي ان سي، واحنا كنا دايما بيبقى شهر السلامه والاحتفاليه بتاعه موقع ابو رواش، لكن دلوقتي هي بقت كل المواقع بتعمل نفس اللي انتم بتعملوه. فالشركه يعني بتنظر للموقع بتاع ابو رواش نظره خاصه. الحادثه اللي حصلت، الحادثه الاخيره الحقيقه مش هكذب عليكم اثرت كتير قوي على نظره الشركه لموقع ابو رواش، لكن مهم قوي ان انتم ترجعوا الثقه دي تاني من حيث السلامه، ومهم قوي ان احنا يعني فعلا يبقى موقع ابو رواش ده، احنا كنا دايما نقول لو احنا هندخل حاجه في نادي التميز اللي هو على مستوى الرش كلها هيبقى من اوائل المواقع اللي نبقى حريصين ان احنا ندخلها هو موقع ابو رواش. بعد الحادثه الوضع اختلف، لكن احنا عندنا ثقه ان انتم هتعيدوا بناء الثقه اللي هي اتهزت شويه بعد الحادث. مره ثانيه بشكركم وبنقل لكم تحيات كل فريق الاداره، ونتمنى لكم ان شاء الله يعني شهر وسنه كامله. دلوقتي انتم المفروض مجهزين بقى، عاوزين نسمع رأيكم عن موضوع التقييم وحوالين الصفات الثلاثة اللي هم كانوا ايه أول صفة فيهم؟ لا مش سامع. لا برضه مش سامع. طب عاوزين كلنا مع بعض. طيب نسمع بقى يعني ايه ملتزم ومنفتح وحازم، وايه رأيكم عن موضوع التقييم؟ مين هندسة؟ اتفضل حنا مرجان يتكلم وبعديه رجب احمد. اقف كده وخلي زمايلك احنا اكثر من السلام عليكم. هو الحقيقه ان احنا بنتكلم عن السيفتي الفتره دي، يعني تعريفنا للسيفتي وفهمنا للسيفتي مختلف تماما عن الفتره اللي فاتت. يعني كان كل اللي يفهم يعني ايه سيفتي الفتره اللي فاتت يقول لك مثلا البس خوذه، البس سيفتي، البس فيست، البس النضاره، وكمان بيبقى يعني حاسس ان هو متعسف وهو لابس حاجه زي كده. دلوقتي فهمنا للسيفتي ان هو الحاجه دي بالنسبه لنا دي حاجات اوليه، يعني هي اوريدي ضروري جدا، بس بالنسبه لنا في حاجات فهمناها اكتر عن السيفتي. فهمنا يعني ايه ان انا قبل ما اعمل قبل اعمل اي شغل ابتدي اعرف مخاطر الشغل اللي حواليا ده ايه. طب هل في حاجه ممكن اوجهها اثناء العمل؟ طب ايه بقى الاجراء اللي انا اعمله قبل ما اشتغل؟ طب في حاجه اسمها تصريح عمل فهمناها كلها الفتره دي، في حاجه اسمها الخطوط فهمنا يعني ايه الكلمه دي، ما كناش نعرف اي معلومات عن الحاجه دي. فطبعا الفتره اللي احنا فيها دي بنفهم فيها حاجات كتير عن السيفتي،
وكان معانا اخونا بيتر هنا بيعمل معانا اللي هو بنعمل كل شويه اجتماع سيفتي بنفهم فيه اكتر عن السيفتي ومعلومات عن السيفتي وحاجات كتير قوي خدناها زي كورسات مثلا طفايات الحريق اللي هو الحريق وطفايات وكورسات مثلا عن الاسعافات الاوليه. الحاجات دي كلها بتفيدنا. طبعا حاجه زي كده من فتره ما كناش نعرف عنها اي حاجه. من ضمن الحاجات ديت اللي هو تقييم المستوى بتاعنا اللي هو اللي كلنا طبعا قيمناه. في اول حاجه عارفين اللي هي ملتزم دي بتتكلم في 4 حاجات. اول حاجه تشارك بنحو شخصي. يعني احنا الاول كان حد مننا مثلا لما مستني مديره يقول له مثلا اعمل الحاجه دي مثلا لا السنه دي فيها حاجه اون سيفتي لازم تظبطها. دلوقتي انا بشارك بنحو شخصي ان انا لو شفت زميلي بيشتغل في حاجه ما فيهاش درجه امان كافيه بقول له لا انا لازم انا مش ببعد عنه او اقول ده ماليش دعوه بشغله ده شغله هو. لا انا بشارك بنحو شخصي ان انا اروح اقول له خلي بالك في كذا 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 في حاجه ممكن تضرك. افهمه ممكن يكون مش واخد حاجه في نقطه مش واخد باله منها. تمام. النقطه الثانيه هل تدرك المخاطر المحيطه بيك. يعني في ناس كتير جدا كانت تعرف يعني ان السيفتي ان هو مجرد ان انا اخلي بالي ان انا راجع من عربيه في عربيه اكون واخد بالي مش عارف لابس فيست لابس خوذه. لا دلوقتي ان انا لازم اميز كل حاجه انا بشرحها. يعني اي شغل بعمله بشوف من اصغر حاجه فيه لغايه اخر اكبر حاجه فيه في اي مخاطر بتحيط بيا في الموضوع ده ولا لا. تمام. هتتدخل على الفور حين ترى مواقف او سلوكيات غير امنه. يعني انا مثلا شفت موقف قدامي مثلا كان في موقف ممكن يحصل ان انا هشوف بقع الزيت على الارض. انا شايف حاجه زي دي هي ما ضرتنيش انا خدت بالي منها وبعدت عنها بس زميلي ممكن يتضرر منها. مفيش حواليا شريط مثلا سيفتي يبين ان في منطقه غير امنه هنا. لازم انا اروح اتدخل على الفور ان انا اروح ابلغ عن الحاجه دي على طول. لو قدرت اساعد في ان انا ازيل الخطر دوت ان انا احط شريط سيفتي حواليها لغايه ما الموضوع الامان يحصل ان انا اخلص من موضوع الزيت. تمام. في حاجه اخيره هل تهتم بالاخرين كما تهتم باحبائك. يعني متهيألي ان احنا كلنا هنا زمايل واخوه وما حدش مثلا يشوف حد مثلا مش قريب منه قوي او مش زميله قوي في الشغل. يعني مش سواق مثلا وفني معمل او حد بعيد عنه في المهنه بتاعته وشاف حاجه ممكن تضره مش هيقول عليه. لا انا كل الناس هنا احنا كلنا هنا زمايل كلنا احباء هنا اللي من اول واحد لاخر واحد كلنا لازم نخاف على بعض ونعرف ان ما شفنا اداء او حاجه مش ممكن تضر زميلي اروح ابلغ عنها او ان انا انبهه ان الحاجه دي ممكن تضره. تمام. دي اول حاجه ملتزم. كان في حاجه ثانيه هي منفتح. هل تعطي ملاحظات ايجابيه تقييميه ايجابيه لزملائك بطريقه ايجابيه؟ يعني انا ما اروحش مثلا لحد زميلي ان انا اروح اقول له خلي بالك ما تعملش كده واديله اوردر مثلا ان هو يحسسه ان انا لا انا بتدخل في شغلك لا انا بفهم في السيفتي احسن منك. لا انا بدي ملاحظات ايجابيه بطريقه ان هو يفهم ان فعلا لا ده الحاجه دي فعلا كان ممكن تضرني. بطريقه سلسه ان هو يفهم ان هو لا ده هو فعلا خايف ان انا يحصل لي حاجه مثلا في حاجه زي كده. مش مجرد ان هو بيحسسني ان هو فاهم اكتر مني في السيفتي. تمام. هل تتلقى ملاحظات تقييميه ايجابيه من زملائك بطريقه ايجابيه؟ دي نفس النقطه ان انا لو حد جه مثلا نصحني بحاجه في السيفتي لازم اتعلم فعلا ان الحاجه دي فعلا ده عنده حق ده في كذا 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 كان ممكن يضرني. مش ان انا مجرد ان هو جاي يعمل مثلا عليا ان هو فاهم في السيفتي او الشعور ده خلاص يعني ما بقاش موجود دلوقتي بالذات في موقع بهواش. بقينا كلنا جروب واحد مثلا لو حد شاف حاجه ان سيفتي بيبلغ بيها لا الحاجه دي ان سيفتي ممكن تضرك ده انا فعلا ممكن تضرني. فالناس بقت تستقبل النصائح كلها بطريقه ايجابيه. تمام. هل تشارك الاخرين في خبراتك في الصحه والسلامه وتتعلم منهم؟ انا اتعلمت حاجه في كورس السيفتي مثلا دخلت كورس مثلا اسعافات اوليه زميلي ما دخلش. انا شفت حاجه قدامي اقدر اعلمه لا خلي بالك في حاجه كذا 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 سمعت عنها اعرفه ايه اللي انا اتعلمته. شفت وضع خطا انا كنت قريت عنه في كتاب السيفتي اللي انا اخدته وما اتشرحش قدامنا بس انا قريت عنه معلومه وعارف عنه معلومه اقدر ان انا اروح ابينه وافهمه ان انا كنت قريت حاجه بتتكلم عن النقطه دي فافهمه الحاجه اللي انا فاهمها. تمام. اخر نقطه هل تناقش الصحه والسلامه في العمل وفي المنزل؟ احنا عندنا يعني اكتر من كان انا شغال في معمل مركزي انا شغال كيميائي في معمل مركزي فاحنا بالنسبه لنا جوه المعمل المركزي تقريبا كل يوم بيعدي علينا بيبقى في خطوات سيفتي بنعملها جوه المعمل. بنهتم بالمعمل من ناحيه ان انا اقدر اطور اكتر من السيفتي. في حاجه شايفها درجه خطورتها مش لازم تكون درجه خطورتها عاليه عشان اهتم بيها حتى لو درجه خطوره مش قويه بس لازم اهتم بيها. ما دام في ايدي ان انا اشيل خالص مستوى الخطوره منها بنفذها. تمام. في المنزل طبعا نفس الكلام طبعا تاثير السيفتي بس انا في البيت مثلا لو حد شاف حاجه غير امنه في البيت اي حد عنده مثلا يعني ازاز ممكن يضر حد يقع من على ارتفاع مثلا حاجه غاز مثلا لها علاقه بالغاز
كلنا عندنا نفس المشاكل دي في البيت، نفس الحاجات دي، فبتنطبق علينا، بتنعكس علينا في البيت ان انا اخد بالي وفي اسرتي وفي اي حته مكان اروح فيه. لو جيت عند حضرتك وحضرتك مثلا قاعد وشايف على الترابيزه حاجه اون سيفتي، هاجي اقول لحضرتك خلي بالك ممكن الحاجه دي تقع من على الترابيزه، فبقت تنعكس علينا في كل التصرفات مش في الشغل بس. تمام؟ اخر حاجه يشرحها رجب اللي هي حازم. السلام عليكم. اولا احنا بنشكر اداره لافارج، والحاجه الثانيه مع حضرتك احنا يعني ما كناش يعني بالامانه نفهم اي حاجه عن السيفتي، ما كانش ليه اهميه ضروري بره الشركه هنا، لكن من بعد الدورات اللي خدناها وبعد ما تعرفنا على دوره السيفتي واهميه السيفتي وامانه زمايلي وسلامه المعده وسلامه اصدقائي. فطبعا حضرتك احنا بنتكلم عن هل تتابع اجراءات الصحه والسلامه؟ طبعا بنتابعها تماما كلنا، ان احنا مع دورات السيفتي باستمرار. مع الاستاذ بيتر كان معانا هنا. هل تتاكد من ان ملاحظاتك اخذت بعين الاعتبار؟ يعني مثلا بلغت عن حاجه والحاجه دي اتعملت او ما اتعملتش فبتابع معاها. هل تشعر شخصيا بانك مسؤول عن الصحه والسلامه؟ طبعا انا بشعر عن الصحه والسلامه. يعني احنا كلنا بنشعر بالصحه والسلامه من على طريق ايه؟ بالعمل الصحيح. ان انا دلوقتي انا راجل كهرباء سيارات، انا بشتغل في العربيه. يعني لازم ان انا ايه؟ أأمن نفسي وأأمن زميلي، وقبل ما اشتغل ببلغ زميلي. بقول له ان انا هشتغل في العربيه مثلا، ان انا هعزل اشيل مفتاحي، اشيل حجر العربيه، احط لها دائره واشتغل فيها. هل مستوى نضجك فيما يتعلق بالصحه والسلامه لا يقترب من الصفر؟ طبعا احنا السيفتي اهم حاجه، ان احنا ايه؟ دايما السيفتي دايما في الاحسن وفي التقدم، ان احنا ايه؟ يعني الاهتمام اهم شيء بصحتنا وبسلامتنا وبزمايلنا وبالعمل، ده اهم حاجه. ما هو تقييمك الذي يعكس بصوره جيده بسلوكك من الحزم؟ ان انا ايه؟ ما استهونش بالعمل، وما اقولش مثلا ان لا دي ممكن ما تضرنيش، لا تضرك، هتضرك وهتضرنا كلنا. لازم احنا كلنا نبقى فريق واحد، ايد واحده في الالتزام بالسيفتي. معمل مركزي عمل اخر قصه مصوره من يومين، عاوزين الاربع مجموعات يطلعوا يعرضوا القصص بتاعتهم مجموعه واحد كان عم احمد حسن وسمير عزيز وصابر كامل. ممكن عم احمد حسن يتفضل يعرض القصه بتاعته. أول قصة إن شاء الله كنت تحت السكرو، فلقينا شوية اسمنت واقعين، فشغلت معه وشلنا الاسمنت فورا بسرعة. والقصة الثانية إن ده يعتبر انتهت الحوار ملتزم، إنما الحازم كان فيه واحد من بتوع الاسمنت واقف مش لازم أي حاجة بالسيفتي خالص. فوقفت الراجل خلص عن الشغل، وقفت الضغط وقلت له لازم تلبس السيفتي. فجينا فعلا من الراجل وراح لابس السيفتي ووقفت على الشغل، وبعد ما لبس السيفتي خالص راح ابتدى خلاص. بعد ما وقفت عن السيفتي ابتدى يلبسوا السيفتي كله. ماشي. دي حزمة. استاق يوم السائق سيارة الاسمنت تفريغ الحمول في السير، لاحظ عدم ارتداء السائق في مهمات الوقاية الشخصية، فقام بإيقاف لحين ارتداء المهمات، وقد تم الذهاب به إلى مدير المحطة
وتم توعيته والتنبيه على أمن البوابة بعدم دخول أي فرد بدون مهمات الوقاية مع تعليق لفتة لذلك. دي أول. ملتزم اثناء مرور الفريق في محطه التاكد من النظافه وجدوا كميه من الاسمنت اسفل السير، فقاموا بارتداء مهمات الحمايه اللازمه لهم اثناء العمل وعملوا النظافه اللازمه. ده ملتزم. إثناء قيام العمال بتنظيف أسفل السير من الأسمنت لاحظ أن هذا عدم ارتداء العامل الصابر الكمام فنصح بضرورة ارتداء الكمام والحفاظ على سلامته، فتقبل النصيحة وقام بارتداء هذا. وكل هذا لسلامة الموقع، كل سلامة الآخرين. وأهم حاجة سلامتنا يا جماعة. مجموعة التابعة والشرطات. السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي احنا اهم حاجه بنشكرها هنا اكتر ناس تعبانه في المحطه العمال بتاعتنا، هم اللي شايلين المحطه بصراحه. فالعمال الحمد لله يستاهلوا اكتر تقدير عندنا هنا بصراحه. اول قصه العمال ماشيين وهم بيشوفوا مثلا منفتحين الملتزمين ولقوا شويه سن وحاجات طالعه قدامهم، ما استنوش ان هم مثلا يرجعوا كده، رجعوا مثلا المشغل اللي معاهم حاجه وبيروحوا منظفين المنطقه بتاعتهم. ده اول قصه. القصه الثانيه برضه احنا الموقع الوحيد اللي عندنا مصنع طوب. يعني احنا كده يعني العمال برضه شايلين مصنع طوب برضه هم اللي تعبانين معانا بصراحه. الله يكتر خيرهم بصراحه. فبصراحه بصراحه احنا لازم نهتم بيهم وهم بيشتغلوا في الطوب، بيشتغلوا بطريقه يعني ساعات ممكن واحد يبقى عايز يخلص الانتاج بتاعه عشان ما حدش يتكلم معاه. هو بيشتغل في رفع الطوب ممكن يحمله على العمود الفقري بتاعنا. وانا معدي لقيت مثلا محمد بكري وبكري اللي معانا عمال فبيرفعوا بطريقه ان هم عايزين يخلصوا بس ممكن ياثر على العمود الفقري ده. فعملنا له طريقه الرفع ازاي؟ دي كورس فن مصور والتزم وبعد كده وعمل الشغل ده. دي القصه الثالثه ان شاء الله دي تبع الكورس الورشه وانا مساهم يعني الحمد لله. الميكانيكي شغال واحد من المهرجان شغال في عربيه دور مش حاطط صدرات على العربيه. فكلمت معاه وقلت له مثلا ده المنصع مسيحي هندسه حادثه امر كذا وكذا. فالمنصع مضر يعني. فاعلنا ورق ان ما حدش يشتغل في الموقع في الميكانيكا في اي حاجه لما يكون مركب صدرات حاطط صدرات العربيه. دي القصه بتاعتنا. ماشي ان شاء الله. المجموعة الثالثة يحيى تمام. أسد المعمل. السلام عليكم. معانا أول قصة اللي هي ملتزم وكان بمرور الفريق بتاعنا في المعمل كان في مكعبات مرفعة أرض والفريق بتاعنا مش عارف يمر الطريقة بشكل كويس، كان لازم نقوم بترتيبها، فقمنا بترتيبها وكان فيها ملتزم وكان معانا ناصر ومنقل. تاني قصة معانا كانت منفتح وكان معانا قصة منفتح وكان مكعبات مرصوصة عالية وكان رصاصها من أكثر من 7 مكعبات فوق بعض، فرحت اتكلمت معاه ورتبناها وقلنا كان المناسب ليها إنها تتربى بطريقة كويسة. تاني قصة معانا إن هي كانت حازم أثناء كان ناصر بتكسير المكعبات كان فاتح باب الماكينة فقلت بترميل المهندس مينا وترميل المهندس عمسيح ووقفنا الشغل لغاية ما يقفل باب الماكينة وقالنا ناخد الكلام ده. قصة رابعة عن معمل مركزي.
بيتكلم عن ملتزم ومنفتح وحازم. احنا عملنا 3 مجموعات. دلوقتي بالنسبه لاول مجموعه احنا عاملين صوره ان احنا كنا الاول بنجيب العينات. العينات الاول كنا بنخزنها في عباره عن شكاير. فاحنا دلوقتي لقينا ان دي حاجه غير امنه وبتعرض الناس اللي بتعبي شكاير بسبب الخطر. وادوات السيفتي نفسها اللي احنا بنستعملها اللي هي الخوذه والنضاره والسيفتي والفيست دول مش امنين اصلا ان هم كفايه في الغبار والكلام ده كله. فاحنا بالمشاركه مع المهندس المسؤول عن المعمل وفي نفس الوقت مهندس الميكانيكا صممنا عباره عن صناديق دي بنحط فيها السن او الرمل لمده كبيره بحيث ان احنا نستخدمها لمده كبيره. تمام. دي حاجه مننا احنا عملناها لان احنا شايفين ده التزام مننا ان احنا حاجه زي كده توفر امان لكل الناس اللي بتشتغل وفي نفس الوقت حاجه توفر اداء زياده عن مستلزمات السيفتي العاديه. دي اول واحده. تاني واحده بالنسبه للمنفتح. احنا كنا عندنا في المعمل المركزي اكتر حاجه بنعاني منها موضوع اللي هو الابخره. موضوع الابخره دوت كان بيعمل مشاكل كتير للناس جوه المعمل لان هو طبعا مكان مقفول. فدوت بيعرضنا ان احنا يعمل لنا مشاكل للعين او الانف او الكلام ده كله. فابتدينا ان احنا نفكر ولقينا ان في فنيين بتتعامل طبعا بالكمامه والماسك والكلام ده كله والنضاره بس حاجه برضه مش امنه بدرجه كفايه بالنسبه للابخره. فابتدينا ان احنا ناخد راي الاداره ان احنا نعمل حاجه اسمها فيم كابورد او عباره عن دولاب للابخره بحيث ان احنا اول ما نعمل اي حاجه مثلا زي السويل كونتنت دي اختبار للماده بنعرف كميه المواد الصلبه اللي في الماده. فعملنا الفيوم كابورد دوت اللي هو دولاب الابخره بحيث ان اي فني بيبتدي يتعامل معاها بيبقى في نفس الوقت مش محتاج ان هو يلبس الماسك مش محتاج ان هو يلبس اي حاجه لان هو اوريدي الحاجه كلها محطوطه في مكان امن بحيث ان هي تاخد الابخره كلها تدرسها بره المعمل ككل يعني. دي بالنسبه اللي هي منفتح. في بالنسبه للحازم بس انا عايز اعرف الانفتاح هنا او انت تكون ازاي منفتح في الانفتاح هنا ان احنا لما شفنا ان الحاجه ديت موجوده مثلا بيعاني منها الفني حتى لو هو مش واخد باله منها ابتدينا احنا نفكر مع الاداره في حاجه زي كده. والاداره الحقيقه خدت مننا المعلومه ديت وابتدت تنفذها. بالنسبه للحازم احنا كان عندنا بالنسبه للحازم احنا عندنا المكعبات المفروض ان هي بتتعالج في درجه حراره معينه والمفروض ان هو بيبقى متعالج في احواض المعالجه ديت المفروض بتتوصل بطاقه كهربائيه بحيث ان هي تثبت درجه الحراره عند درجه معينه. فطبعا دوت بيخلي الفني ان هو بيتعامل مع مصدر كهرباء في نفس الوقت معين. فلازم ان هو قبل ما يتعامل مع اي حاجه زي كده المفروض ان هو يفصل مصدر الطاقه الكهربائيه او الباور اللي هو بيقلب الميه نفسها عن الحوض نفسه. فده طبعا احنا دي حاجه مننا ان احنا المفروض نلغي حاجه زي كده وتعاملنا مع الفنيين على ان الحاجه دي لازم تتعمل وفي نفس الوقت الفني التزم وبقى حازم في حاجه زي كده ان هو ما يتعاملش غير لما يكون مصدر الطاقه يكون منفصل. طبعا احنا بنشكر كل الناس اللي شاركوا في القصص المصوره ونتمنى المره الجايه كل الناس تشارك. تمام. احنا عملنا لجنه طبعا لتحديد القصه الفايزه. اللجنه دي كانت مكونه من المهندس مينا زكي، المهندس احمد توفيق، المهندس مينا جمال، استاذ مجدي معمل وانا طبعا. واخترنا القصه الفايزه اللي هي تكون قصه رقم 1. اما احمد حسن والاثنين معايا اتفضلوا يستلموا جوائزهم. طبعا احنا كنا حاطين قواعد لموضوع المشاركه بحيث ان القصص كلها توصل قبل ميعاد معين علشان نقدر نجاوب. بس بالرغم من كده برضو انا عاوز اخد رايكم. دلوقتي القصه بتاعت عم احمد هي اللي هتمثل في المسابقه على مستوى الايه؟ المواقع. دلوقتي كل موقع بيصعد قصته اللي هي شايف انها هتمثله.
فاحنا برضو علشان الجماعه بتوع المعمل المركزي فان شاء الله احنا تشاورنا وهنصعد كمان القصه بتاعت المعمل المركزي بحيث كمان تبقى مع ال 22 قصه لانها جت متاخر شويه. بس الف مبروك يا عم محمد. ورا موضوع التقييم والصفات والقصص في وراه حاجة تانية، ان احنا النهاردة واقفين سمعنا لأكثر من 5 أفراد من الموقع بيتكلموا ويعبروا على اللي هم شافوه واللي هم عملوه. هو ده الأساس، هو ده الهدف، ان كلنا نشارك وكلنا نتكلم وكلنا نعلي صوتنا على موضوع الايه؟ على موضوع السيفتي، لأن انتوا زي ما انتوا قلتوا في الأول انتوا اللي مسؤولين عن الايه؟ عن السيفتي. فنبتدي بقى الموضوع اللي بعد كده. احنا عندنا دلوقتي مسابقه السواقين ومسابقه سلامتك من ده. تحب هتعملهم ورا بعض ولا هتفصلهم؟ ممكن مجموعه تعمل هو احنا عندنا كام سواق؟ عندنا كام سواق؟ 20 سواق. لا احنا 20 سواق، يبقى احنا نفضل ان احنا نعملهم ورا بعض. يعني نسحب من هنا ونسحب من هنا. ذاكرت قد ايه؟ ذاكرت كويس؟ انت معاك ايه؟ مين عامل ايه؟ بس نسيب عادي يعني. طيب كام عدد خطوات الوتوت؟ 9؟ ماشي. طب انا عاوز اسال يعني ايه عزل طاقه؟ اصل الطياره عن المعدل او الحاجه اللي انا اشتريت بيها هم 3 خطوات: رابر والهيدروليك والمكنه. طب ممكن تدينا مثال مثلا من عندك في المعمل؟ انا لازم اكسر اللي انا بشتغل بعمل على بره مثلا. لو انا هاجي اعمل على اي صيانه او حاجه لازم اعمل طبعا لان مش عارف بس. ايه بقى الطاقه اللي انت خايف منها في المكسر؟ كهرباء. هو المكسر ده فيه ايه من جوه؟ المكسر ده عباره عن ايه؟ ريش بتقلب. يعني انت خايف من ايه؟ خايف من الكهرباء ولا خايف من الريش؟ انا افصل الكهرباء عشان خايف حد يدور المكسر ده يدور. يعني انت خايف من الريش انها تعورك صح؟ لا انا خايف من الكهرباء الموصله حد لحظه واحده يا جماعه عشان نسمع بعض. ده مش عارف. ده صح؟ صح. طب انا عاوز اسال حاجه، انت دلوقتي بتقول ان انت ساعات بتشتغل في الخلاطه بتاعت المعمل صح؟ علشان تعمل فيها، طب ما انت ما عندكش ايه في المال بتعزل ازاي؟
انا اللي هي العزل بتاعها ان انا اشيل فيشه من ان انت تشيل فيشه. يعني ما عندكش طريقه ثانيه غير ان انت كده شلتها فيها فعزلتها خلاص. عزلت المعد خالص. طيب احنا برضو هنسال سؤال اخير كده علشان ايه؟ ولا ايه ولا كده خلاص؟ اللي شايف انه خلاص ينفع ايده كده كفايه. يا احمد ما تختارش المعمل كده شغال مع ماشي. يوسف محمود. مذاكر بطاقة السواق ولا لا؟ قررت بصيت عليها ولا الحوار؟ طيب هسألك 3 أسئلة، لو جبت سؤالين هتكسب. ماشي؟ طيب كم عدد قواعد وتعليمات السلامة التي يجب على السائق اتباعها؟ 2 ولا 8 ولا 12؟ إجابة صح. تلغى المخالفة في البطاقة بعد مرور قد إيه؟ 2 ولا 6 ولا 4 أشهر؟ 6 أشهر. كده كده فاهم. انا سألت سؤال تاني. قول لي أسامي 3 دورات تدريبية يجب على السائق امتيازها. يجتازها، يعدي فيها يعني ياخدها. هو عملت في السيفتي مثلا كان السيفتي الدوره مثلا السواق اللي انت ماشي على الطريق تبقى ماشي ازاي، لابس اللبس بتاعك، الحزام، حد جنبك راكب واحد جنبك شيل الحزام، اكتر من راكب ما يقدرش معاك. انت بقالك قد ايه في الشركه؟ بقالي 7 شهور. خدت دورات سيفتي في الشركه ولا لسه؟ لا ما كنتش السواق لا ما كنتش دورات لسه بس انا كنت بس انا بس يعني ايه ممكن مسميني 1 سنين بالك فانا بس ايه بس اوصل مثلا من اول ما اجي ممكن بقى احاول اوصل بس الدوره بس على المسكين اللي لا بس حاسس بس مثلا او زميلي يقول لا بس مش كده مع الوقت. انت طبعا خدت الايه؟ انت كده جاوبت السؤالين الاولانيين صح؟ مظبوط. هو هياخد الايه كده؟ هياخد الجايزه. في جزء بقى ايه من جايزه تحدي كده للسواقين اللي موجودين كلهم. بس حد معاه بطاقه في ايده ومحدش يطلع بطاقه خلاص؟ لو حد معاه بطاقته ما يبصش فيه. احنا عاوزين اسامي 3 دورات تدريبيه السواق لازم ياخدها. هم مش 3 على فكره، هم المفروض كام؟ حوالي 5. عاوز سواق يطلع دي بره المسابقه، يعني دي بره الجوائز على المسابقه دي. مين عارف مين يقدر يقول 3 دورات؟ اطلع قول 3. دورة إسعافات أولية. ماشي. كمل. دورة الأمن والسلامة. وضع السؤال بقى. 3 دورات سيفتي هندسة ولا مش فاهم السؤال؟ البطاقة اللي معاكم كلكم صح؟ فيها صفحة جدول صغير مكتوب فيها الدورات اللي يجب على السائق اجتيازها في الشركة. كلها في البطاقة. خلاص؟ طب أقول لك حاجة، قدامكم 30 ثانية، كل واحد يطلع بطاقته ويبص فيها. وبعد كده هنقفل 30 ثانية.
السلامه اللي هي التعب والارهاق. تمام. و التعب والارهاق وفحص المركبات. 10 9 8 7 تشغيل ايه؟ لا مش اسمها تشغيل المركبة. تشغيل ايه؟ ما هو ده يا استاذ ده سؤال يعني انت فتحت البطاقة، طب ادي فرصة لحد تاني. اتفضل يا عمر. اتفضل. اساسيات الصحه والسلامه في لافارج. القياده الدفاعيه. تعب انت بالك قد ايه شغال؟ بقالي 5 سنين. خدت القياده الدفاعيه ولا ما خدتش؟ لا لسه واخدها انا في طالب. يعني انت رحت حضرت الدوره بتاع القياده الدفاعيه ولا لا؟ ما حضرتش من 5 سنين؟ والله. طب اسمك ايه بقى؟ علاء سويد. علاء بنحيي علاء بقى عشان هو جاي ايه؟ اللي احنا قصدنا ايه بالموضوع دوت؟ انت كسواق حقك علينا ان انت الدورات اللي موجوده في البطاقه دي لازم انت تجتازها، لازم انت كلها تكون حضرتها، لازم انت بنفسك تتابع انا حضرت ايه فيها وما حضرتش ايه فيها، لان انت زي ما انت قلت من شويه انا مسؤول عن ايه؟ عن السيفتي. طب انا عشان ابقى مسؤول عن السيفتي كل شويه التاني لازم انا اعلي صوتي واقول ايه يا جماعه انا لغايه دلوقتي لسه ما خدتش، انا مكتوب لي هنا ان انا المفروض اخد 5 دورات. ظروف الشغل عندنا ساعات بتحكم كتير ان ما نقدرش نعمل الجدول ده، بس مداولتك مع مدير الموقع ومهندس التشغيل بتاعك ان انا محتاج ان انا اخد الدوره دي هو ده الاساس وده المهم. هو ده اللي مفتاح لكل حاجه بعد كده. ماشي يا شباب؟ ماشي. صح؟ مين هيختار لنا حد هنا؟ لا من السواقين. تعالى. ما احنا هناخد خلاطه طبعا. مين نروح؟ ازيك يا عم سمير؟ انا بس عايز اسالك حاجه، انت شغال ايه؟ هنا وتحت المحطه هنا. تمام. انت عندك قفل؟ عندك قفل شخصي ليك؟ طب القفل دوت لونه ايه؟ اصفر؟ انت قفلك لونه اصفر؟ انت معاك قفله ولا فين؟ طب وعليه رقم القفل اللي معاك ده رقم ولا عليه ايه هو؟ عليه رقم؟ 18 ده اللي هي ايه؟ لا رقم 18 ده هو ايه؟ مين الرقم 18؟ الرقم اللي عليه ده رقم ايه؟ الكود بتاعك. طيب. انت اشتركت قبل كده في عمليه عزل؟ خالص. يعني انت قبل كده ما حطيتش ايدك على اي حاجه. طب نعرف ينفع نسال كده ولا ايه بقى؟ انتوا رايكم ايه؟ طيب. ما هو ما شاركش في عمليه العزل. عندك فكره عن صندوق العزل؟ ايه بقى؟ كنت في اجتماعات والاستاذ ممكن كنت بدور معاهم بعد شهر كده افهم حاجات. ايه قول لي انت قلت كده وعلي صوتك عشان قلت لكم بالنسبه للاستاذ باسل لما كان يتكلم معانا هي مهنه العزل اللي توتو ده ان انا اعزل الدار واتاكد من المعده. طب انا عاوزك تكلم زمايلك كده واذا هم فهموا اللي انت هتقول عليه يبقى كله تمام. قلت لهم ازاي تتعزل. انا هتكلم على حاجه سمعت عليها لكن ما استعملتهاش. انا لما كنت هكون اعمل حاجه كده اروح تحت المحطه ولا اظبط اي حاجه هشغل العربيه هدور حل بدل زميلي يكون مش موجود تحت المحطه هروح اشغلها مكانه عشان المشغل ينتهز فرصه ويشتغل. افضل عربيه اشغل عربيه اقوم بالمهمه ديت لغايه زميلي اللي هو مسؤول بتاعت المحطه يجي يشتغل.
بتتكلم عن عزل بتتكلم عن عزل بتتكلم عن عزل عن الدكتور فعلا العزل العزل دوت اللي هو حضرتك قبل ما اكون اعمل اي حاجه احط الاسم على المحطه قبل ما اعمل اي حاجه زي كده. اما امن اكتب على الصندوق احط الاسم بتاعي واحط المفتاح طيب احنا رايكم ايه؟ انا عاوز واحد دلوقتي من الموجودين من المحطه بصفه بقى ان انتوا كلكم منفتحين خلاص، وهو يتبرع مشكور يطلع لعم سمير يحكي له في 5 دقايق ايه هي الايه؟ العزل، وهو عم سمير استقبل منه الكلام ده ويقول انا فهمت. لما تحس ان ممكن يجيله ايه؟ فعاوزين واحد عنده اسحب لا نسحب لا نسحب له انا هقول له عم سمير يعني معاك المايك. السلام عليكم. العزل هو المقصود بالعزل ان احنا نعمل عزل لجميع مصادر الطاقه الموجوده في المعد اللي احنا هنشتغل فيه. انت بتكلم مين؟ عم سمير. العزل ايه المقصود؟ ان احنا نأمن نفسنا، ان احنا نعمل ايه؟ نعمل عزل لجميع مصادر الطاقه اللي موجوده في المعد اللي انت هتشتغل فيه. المحطه مثلا عشان تشتغل في المحطه لازم تعمل لها عمليه عزل كامله. ازاي؟ من جميع المصادر. ازاي تعمل بقى العزل ده؟ انك في حاجه اسمه عمل تصريح، انك هتعمل عمليه اعداد تصريح. التصريح ده اللي انت هتعمله ومعاك مشرف ومعاك اللي هم هيقوموا بالعمل ده. ازاي تقول لهم ان انا هنعمل دلوقتي عاوز نعمل تصريح؟ ليه يا عم؟ عشان عاوز نعمل مهمه كذا كذا كذا. هيعمل لك ايه؟ لازم تحدد في المهمه ديت وكده يبقى انت عملت لهم. انت هتعمل عمليه اعداد التصريح اللي انت هتعمل بيه المهمه. تاني حاجه هتعمل ايه؟ تروح تقول للمشغل او تقول للمسؤول عن المحطه او المعده اللي انت هتشتغل فيها ان انت عاوز تعمل فيها ايه؟ شغل. يبقى كده انت عملت له عمليه اخبار عشان ما يجيش حد بعد كده يشغل المعده وانت شغال فيه. تمام. بعد كده هتحدد جميع المصادر اللي موجود فيها المهمه دي. ازاي بقى؟ في مصادر عندك زي مصادر الكهرباء، زي مصادر الميكانيكا، زي مصادر الحراريه. في عندك تاني مصادر زي مصادر اللي هي الهواء اللي هي في خطوط الهواء، وايضا في عندك مصادر زي الزيت اللي هي في خطوط الايه؟ الخراطيم الهيدروليك اللي هي في المعدات زي الايه؟ زي البمبات. فبعد كده هتحدد جميع الايه؟ المصادر عشان تعمل لها عمليه عزل تام. بعد ما تعمل عزل كده تعمل ايه؟ هتعمل ايقاف للمعده دي. تيجي ماسك اللي هو تحديد المصادر. المصدر ده ليه مفتاح. تيجي فاصل مصدر الايه؟ الكهرباء. تيجي فاصل مصدر اللي هو الطاقه اللي موجوده في الايه؟ في المعده ديت. وتمسك المفتاح تحطه في حاجه اسمها صندوق العزل. والصندوق ده هيتقفل بحاجه اسمها قفل عزل. القفل ده هيكون انت ليك معاك مفتاح اسمه المفتاح الشخصي. وكل من هيعمل في هذه المهمه يكون برضه ليه معاه مفتاح او قفل عزل. القفل اللي قفل ديت وكروت. الكارت بتاعك اسمه كارت شخصي والقفل اسمه قفل شخصي. بنحطه خارج الصندوق اللي هو الصندوق اللي فيه ايه؟ المفتاح بتاع العزل. تمام كده؟ يبقى انت كده انت فصلت جميع المصادر ومعاك المفتاح بتاع الايه؟ بتاع العزل. وتاخد المفتاح وتحطه في صندوق. والصندوق تقفله بالمفتاح بالقفل. قفل اسمه قفل العزل وهيكون لونه احمر. تمام كده؟ تمام. بعد كده كل الناس المشتركه معاك تجيب جميع الاقفال وتحطها معاك. وكروت الايه؟ الكروت دي بيبقى مكتوب عليها اسمك والرقم الكود بتاعك في الشركه وايضا مكتوب عليها رقم تليفونك. ليه بقى؟ عشان خاطر لما حد يبقى مش موجود تعرف مين اللي هو بيقوم بالمهمه ديت خلال وانت ومن غير ما يكون حد شافه. يروح على صندوق العزل يعرف المهمه دي فيها فلان وفلان وفلان. تمام؟ انت كده عملت ايه؟ عمليه عزل كده تتكامل. تمام. بعد ما هتعمل عزل كامل للمعده
هتعملها عمليه ايه؟ لا هتشوف تجرب تشوف تعميل تفريغ بقى للطاقه الكامنه. ايه هي بقى الطاقه الكامنه ديت؟ زي الطاقه اللي هي موجوده في العربيه مثلا، تروح تدورها من غير المفتاح، شوف هتدور ولا مش هتدور؟ مش هتدور. يبقى انت كده تمام فصلت المعده فصل كامل. يبقى انت كده جربت المعده، بعد كده تقوم ماسك المهمه بتاعتك اللي انت هتقوم بيها، سواء كانت صيانه في المحطه او تعمل اي حاجه وتقوم بيها. بعد ما تخلص المهمه بتاعتك هتعمل ايه؟ انت والافراد بتوعك هترجعوا تاني تشوفوا في حد في المكان بتاع العمل بتاعكم ده ولا لا مفيش؟ فيه؟ يبقى تبعدوا عن المكان وتأمن المكان تمام، وبعدين ترجع تعمل عمليه ايه؟ اعاده العزل بقى اللي هو ايه؟ الغاء العزل وتوصل جميع مصادر الطاقه للمريض. طب انت حصلت حاجه يا عم سليم من الموضوع ده؟ ها؟ يعني جاهز للاسئله؟ ولا ايه؟ ها؟ ولا ايه؟ طيب بصوا يا جماعه، احنا المفروض الموضوع دوت في ناس بتعرف وفي ناس لسه بتحاول، فاحنا مع بعض لازم ايه؟ نساعد بعض. المشكله ان ظروف شغلنا ما بيقدرش يجمع عدد او ان احنا نمشي كل الناس تاخد كل التدريب المظبوط، وعندما ما كانش مظبوط بس لما ده يحصل وكل الناس تاخد التدريب، اللي عارف لازم يقول لايه؟ للي هو حاسس ان هو مش قادر. طيب احنا هنحيي عم سمير كلنا اتفضل يا عم سمير. احمد عبد الحسن. ازيك يا عم احمد ولا ايه؟ عم احمد يعني ايه نلمس؟ يعني تسمع كلمه نلمس دي، تعريف نلمس بالنسبه لك؟ هيقع فقبل ما يقع هنبني عليه. خطا او وضع كمان او حاجه. وضع حاجه كنا شفتها في الموقع هيقع بنبني عليه. طب انت ممكن تقول لنا كده مثال عن طريق كده نلمس تبقى عامله ازاي؟ عن طريق ولا لا عن طريق. بس ده ولا السؤال، يعني انت جاوبت السؤال خلاص؟ يعني انتوا دلوقتي كلكم سواقين وعلى الطريق مش كده؟ والمفروض تبلغوا ايه مثلا؟ ايه الناس اللي ممكن انت ترجع تبلغه وانت على الطريق؟ وانا قائد السياره بتاعتي ممكن اشوف مثلا وانا ماشي مثلا ماسك يميني عشان دي غلطه مثلا وانا اكتشف الطريق قدام حضرتك، فممكن واحد يكون جاي مندفع بعربيه ملاكي من خلفي، طبعا انا ايه شايفه، فهو ممكن هو لو عدى مني وفي حاجه قدامي انا شايفها وهو مش شايفها، فانا بحاول اديله اشاره او ادي انتظار، او ممكن برضك بطريقه يعني غير يعني انا اضره، يعني اقف عليه الطريق بطريقه يعني صحيحه برضه بحيث هو ما يعديش مني، عشان ممكن انا شايف واحد هيعدي ممكن هو خطا. ساعتها هتيجي في بالك تقول ايه بقى عن ايه الحاله بقى اللي انت شايفها؟ هتقول كده ان كان في حد بيحاول كان في خطا قدامي انا هيقع، وانا ايه حاولت اخلي اللي ورايا ما يتجاوزنيش عشان يقع خطا دوت. يعني المقصود يا جماعه ان مش بس يعني الاخطاء اللي انتم بتشوفوها على الطريق وانتوا بتسوقوا، ليه؟ لان ده لما يتكون عندنا هي طبعا مش بتخصك انت، لكن احنا نقعد نشوف احنا ازاي نتفاداها او ازاي ان احنا نرتب لها ايه؟ نرتب لها امورنا. وعشان برضك الاخرين برضك يعني دي برضك من نوع التعاون برضك يعني ماشي يا عم احمد كده اول الاجابه صح. السؤال الثاني، ايه اللي يحصل لو اخدت اكبر عدد من الاختام الخضراء؟ مكافأة مالية ولا صاغ مثالي ولا جايزة؟ اكبر عدد يعني من الاختام الخضراء. هاخد صاغ مثالي. صاغ مثالي. تمام. كده سؤالين صح. الثالث يا احمد ولا ايه؟ بس كده ان شاء الله. وهسألك سؤال لسه احمد كان سأله من شويه. قول لي اسم 3 دورات تدريبيه لازم السائق يعدي فيهم.
لسه قايلينهم من شويه. اللي هي الدوره اللي هي الدفاعيه. ماشي. تقريبا برضه. تعب والارق. ماشي. خدت دورات الدوره اللي هي القياده الدراسه الشامله ماشي يا عمر. ناصر محمود. مصر انت شغال ايه؟ فني معمل. عندك قفل؟ عندك قفل شخصي؟ لا قفل شخصي بتاع العزل عندك؟ ما عندوش قفال. طيب انت ذاكرت المعلومات دي؟ ذاكرت حاجه هنا؟ برضه لا؟ طيب يعني انا هديك سؤالين، جاوبت السؤالين هتكسب، ما جاوبت السؤالين بقى هندي فرصه لايه لحد تاني يكون ذاكر. ماشي؟ عاوزين امثله على الطاقه الحركيه. بالنسبه للنشاط العقل محمد بكري، ايمن جمال، احمد عبد المجيد. معانا النهارده بنشكر ضابط السلك المهندس احمد علام، المهندس علي فهمي، الاستاذ احمد يسري، المهندس احمد نيازي، الاستاذ الباشمهندس شريف هيكل، وبنشكر الناس اللي شاركت معانا النهارده، ونتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. وفي الاخر طبعا احنا يعني موقع مباراش يحتاج ان هو يتكرم بالكامل. يعني الناس كلها تحتاج ان هي تاخد هدايا وتتكرم، بس طبعا مش هنقدر ندي كل الناس. قبل ما وطبعا احنا اخترنا كام واحد كده نكرمه بالنيابه عن الموقع كله، تمام؟
طبعا عندنا اشرف مختار اكثر واحد شارك في الاعداد احنا بنشكر اشرف على المجهود اللي هو عمله ونتمنى يكسب ان شاء الله. هنكرم احسن معمل عندنا في المحطه يحيى تمام. دي من ضمن جهازك يا يحيى. هنكرم احسن واحد في المعمل المركزي اختاروا المهندس موز طبعا والمهندس مينا والمهندس جوزيف. احمد مبروك. الصواريخ كلها تستاهل ان هي تتكرم، بس طبعا احنا مش هنقدر نجاوبكم كلكم، فبالنيابه عنكم هيبقى مصطفى السائق المثالي. اتفضل. تعاملوا مع زمايله وتعاملوا مع الاداره في كل حاجه. تنظيم منافسه بين مصطفى وعم مجدي ألفي. واحنا طبعا كنا هنختار واحد بس، ففي جائزه موجوده ثانيه هنديها لعم مجدي ألفي. عم مجدي من الناس الملتزمه جدا، رغم ان هو تعبان جدا وبيأدي عمله هناك والوقت. احنا بنشكركم كلكم، والناس اللي ما اتكرمتش الناس كلها تستاهل التكريم، ومحدش يزعل. المفروض المحطه كلها تتكرم، لان المحطه تبواش من احسن المحطات اللي عاملين فيها. الناس اللي موجوده فيها قلبها على الشغل، الناس كلها كويسه. فالناس اللي ما اتكرمتش النهارده ان شاء الله يتكرموا في مكان تاني. اخر حاجه انا بس عاوز اعلن النتيجه بتاعه تقييم الهاوس كيبنج، النظافه والترتيب. يعني واحنا شغالين دلوقتي كان في اثنين من زمايلنا خدوا الموقع كله. احمد الورشه حصلت على 66%. 66%. المعمل حصل على 73%. غرفه تغيير الملابس على 70%. دورات المياه على 66%. التحكم على 68%. المخازن على 75%. المحطة 51%. معدات الخرسانة أو العربيات 65%. غرفة المولدات 72.5%. المكاتب الإدارية ويمكن دي أعلى حاجة. مين المسؤول عن ضبط المكاتب الإدارية؟ أحمد رجب. بس يعني أحمد رجب بس لوحده. محمد سمير. المكاتب الإدارية حصلت على 86%، ودي أعلى نتيجة في الموقع. المعمل المركزي حصل على 96%. اعلى طبعا النتائج اللي قصادنا لازم نقول ان لسه برهوش عندها ايه؟ عندها فرصه انها تزود عن كده وتحسن عن كده بكتير بكتير. ها؟ يعني فرغم كده مجهود مشكور. فاحنا احمد اللي هو المكاتب الاداريه هنقيمه، وعم سمير باقي بقى هيروح لفريق المعمل المركزي. اتفضل يا باشمهندس. لا ما هو لازم الناس بتوع المعمل المركزي. ما خلاص هو المحطه كده خدت ايه؟ خدت اعلى حاجه نقطه فيها اللي هي المكاتب الاداريه. اتفضل. فريق المعمل المركزي اللي شارك في وانا بجيب لك واحده شفت كده عايزين على طول كده. لا ثواني انا عاوز اقول حاجه. المعمل المركزي ما دخلش في المسابقه. المعمل المركزي هي يقول حاجه عشان الناس كده تبقى واضح الكلام. اعلى منطقه حصلت على هاوس كيبنج مناطق. لحظه واحده يا جماعه. اعلى منطقه حصلت على نمره هي المكاتب الاداريه. مين اللي فاز فيها؟ احمد وعم سمير. المعمل المركزي بعد كده لوحده عشان 96%، وده رقم لازم كلنا نحييه.